لطالما استغل قادة حماس شعار المقاومة لاستعطاف الشعوب والحكومات ونهب ما تقدمه من دعم مالي موجه أساسا للفلسطينيين. غسيل إخوان غزة نشره موقع بعد كشفه لجمع قادة حماس ثروات طائلة على حساب أبناء القطاع الذين يعيشون حياة مزرية بسبب الفقر والجوع. هل نحاكمهم على محاولاتهم للتخلص من الاحتلال أم نحاسبهم على ترك الدنيا وشهواتها والتفرغ لقتال الأعداء؟ أم نحاسبهم على قيامهم بالفريضة الغائبة عوضا عن بقية المسلمين؟ أم تريد أن نحاسبهم لقضائهم على المحتلين؟ على ماذا تريد أن تحاكم حماس؟ عن غضب يسود قطاع غزة بعد سفر أفراد عائلة إسماعيل هنية إلى تركيا للعيش هناك، بينما أجبروا هم على البقاء تحت الحصار. الأمر يتعلق بحازم هنية نجل إسماعيل هنية الذي سافر مع أسرته إلى تركيا، وقد أكد موقع نيوز واحد أن أسماء نجل هنية وأسرته ظهرت فعلا في قائمة المغادرين عبر معبر رفح. إن زعيم حركة حماس إسماعيل هنية قرر الابتعاد عن منزله في مخيم الشاطئ شمال قطاع غزة وجعل تركيا محل إقامته الدائم. الموقع ذكر أن هنية أسس إمبراطورية تجارية لأبنائه في تركيا حيث يشعر بالأمان هناك، فهو مقتنع بأن إسرائيل لن تجرؤ على إقصائه عن الأراضي التركية.